بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم على هامش قمة المناخ اللي بتنظمها مصر في مدينة السلام بشرم الشيخ. امبارح شفنا العميلة سناء عبد الفتاح، أخت المجرم علاء عبد الفتاح اللي معاها الجنسية الإنجليزية، جايه لنا امبارح في مؤتمر شرم الشيخ بمدينة السلام، وعاملة مؤتمر صحفي لما كل الصحفيين وكل وكالات الأنباء العالمية، وبتقول إن مصر ما فيهاش حرية تعبير. لو مصر ما فيهاش حرية تعبير كنت انت عملت المؤتمر الصحفي ده على بعد أمتار من إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لو مصر ما فيش فيها حرية تعبير كانوا يسمحوا لك اصلا ان انت تيجي تشاركي في مؤتمر المناخ. انت عاوزه ايه يا سناء؟ انت عاوزه مننا ايه يا سناء؟ انت واخوك المجرم علاء جالنا بالجنسيه الانجليزيه. انت عاوزه مننا ايه يا وليه؟ جايه وجايبه لنا الجنسيه الانجليزيه، لما لنا شويه المقاطيع حواليكي وقاعدين في البلد تقطيع. جايالي وجايبه شويه مقاطيع وقاعده في البلد تقطيع وتقولي مصر ما فيش فيها حريه تعبير. مصر ما فيش فيها حريه تعبير؟ امال انت جيتي مصر ازاي؟ امال انت عملت المؤتمر الصحفي ازاي؟ في ظل الاجراءات الامنيه عندنا اكتر من 105 قائد لدوله، عندنا اكتر من 105 رئيس او رئيس وزراء او ممثل دوله، الكل مشارك في قمه السلام، الكل مشارك في قمة المناخ اللي مقامة في مدينة السلام بشرم الشيخ. والست سناء عبد الفتاح بتقول لك مصر ما فيش فيها حرية تعبير، ما فيش فيها حرية تعبير، واحنا سايبينك نازلة في البلد تقطيع. والله قلبك ميت يا سيسي، والله قلبك ميت يا سيسي. كل يوم بيزيد حب ليك وبفتخر ان انت حبيبي ورئيسي. قمة المناخ بمدينة السلام شرم الشيخ تبهر العالم، تبهر العالم تنظيميا، تبهر العالم بحرية التعبير، المساحة الكبيرة اللي عطياها الدولة المصرية لكل المعارضين. مش هتلاقي الكلام ده في أي مكان في العالم، مش هتلاقي المكان ده، مش هتلاقي الكلام ده إلا في المكان ده بس، في شرم الشيخ وفي الدولة المصرية اللي يعني بتدعو لكل شيء إيجابي. الدولة المصرية نجحت نجاح مبهر في مؤتمر المناخ، وإن شاء الله كل التوفيق في القادم للدولة المصرية ولقيادات الدولة المصرية.